السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. واللي غادي نشوفوا من خلال هذا الفيديو واحد القصه ديال واحد السيده اللي كتحكي كيفاش تعرضت للنصب وخطا لهذا النصاب 10000 درهم. يعني احنا ما غاديش نقول واحد الطريقه اللي هي طريقه غريبه، ولكن الطريقه باش تنصب هذه السيده هذه ربما مسكينه هي ما عرفاش، ما عمرها طاحت في هذا الموقف حتى تنصب عليها. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم تستمعوا القصه ديالها ونعقبوا في النهايه ديال القصه. السلام عليكم خويا، انا اتصلت بك باش نعاود لك واحد المشكل وقع لي البارح مع 3 ديال العشيه. اتصل بيا واحد الرقم على الرقم ديالي كيخبرني من انه باحد الشركات بمناسبه لانيفرسيس ديالها وبمناسبه الشفاء ديال سيدنا انني ربحت قسيمه ديال شراء فيها بمبلغ 5 مليون. طلب مني انني نعطيه المعلومات ديال لاكارت كيشي ديالي. عطيته المعلومات على اساس انني ثقت فيه. التزمت بانه بالمناسبه ديال الشفاء ديال سيدنا وبهذيك الشركه، يعني ثقت. قال لي انت ربحتي من بين 1000 وحده، انت الرابعه في كازا اللي ربحتي. من بعد ما ساليت مع الاتصال كيجوني واحد الميساجات كنعطيهم ليه كيشري بهم شي حاجه على طريق الانترنت. ملي كملت معاه قال لي حتى الغدا ان شاء الله راه تبلوكات لك لاكارت وغنعاودوا نهضروا معاك. ملي مشيت للبوسطه لقيتهم انهم خرجوا المبلغ ديال 10000 درهم. الصباح عاوتاني اتصلوا معايا مع 3 ديال الصباح، قال لي يا بنتي راه حنا دابا بيرمانوس بغينا نديروا معاك محاوله اخرى باش انك تهضري معانا ونشوفوا لا دازت لك. حنا دابا غنبداو ندوزوا لك ب 3000 درهم. قلت لي اسمح لي، انا ملي مشيت للبوسطه راه لقيت المبلغ ديال 10000 درهم تهز. قال لي راه البنك هي اللي حجزت لك على هذاك المبلغ، حنا راه غندوزوا لك المونطو ديالك ديال 6 المليون، 5 المليون ديال المرابحه والمليون اللي مشى. قلت لي انا ما بقيتش باغا هذيك 5 المليون، بغيت غير هذاك المبلغ اللي نتوما خدتوا ليا انني هو اللي عندي، هو اللي كنكسب. يعني قلت ليه نتوما طليتوا عليا وانا باغا غير رهن به، انا كاريه بالمبلغ ديال 22000 في سيدي مومن جديد. من بعد قال لي واش كتعرفي شي واحد انه عنده لاكارت كيشي فيزا؟ قلت ليه لا، كاينه غير بخير. قال لي شوفي شي واحد اللي غتقولي ليه حنا غنعطيوك 100000 ملي غنربح، قولي ليه راني ربحت وغنعطيوك 100000. عيط لواحد الدري ولد عمي قال لي قلت لي واش عندك الفلوس في لاكارت ديالك؟ قال لي لا. صيفط لي لاكارت عطيته، قالوا لي حنا دوزنا ليه 140000. كيصيفط لهم الكود ما لقاوش في لاكارت الفلوس، كيقولوا لي لا هذا واش تيق راه عطاك الكود غلط. كنقول لي لا راه عطاني الكود صحيح، راه صيفطوا لي في الواتساب. من بعد اتصلوا فيا الصباح مع 8، اتصلوا بيا مع 8 عاوتاني شراو شي حاجه ب 10000 ريال. قال لي عطينا هذاك الكود اللي جا. قلت لي انا ما بقيتش غنعطي الكود، لاكارت ديالي بلوكيتها البارح مع 6، لاكارت ديالي البارح بلوكيتها مع 6 صافي ما بقيتش غنعطي الكود. والبارح في الليل ملي عيطوا جاوباتو الام ديالي حقاش انا عندي حمل خارجي، يعني ما بغاتش تغامر بيا. ملي جاوباتهم السيدي كيقولوا ليها بلي نتيا كتهمي سيدنا وكتهمي رجال الامن، وحنا راه متبعين المكالمه ديالك وحنا راه مراقبينها، وبانني ملي قالت لهم انا راضيه برجال الامن راضيه بالسلطات، انا بنتي كتكسب غير هذا المبلغ ديال 1.5 مليون انها كتجمع باغا باش ترهن به، ها نتوما خدتوه ليها. انا ما يمكنش غدا الصباح نعيط على الجريده، غدا نمشي للقانون، غدا نتوجه للسلطات وغنشوف القانون. قال لي حنا اللي غنتابعوك قضائيا وغدا تعتذري منا وغدا تطلبي المسامحه، وهاد الجائزه ديالك راه ما غتبقاش، غتفاليد العائله اخرى. البارح في الليل توجهت للدائره اللي حدانا، قدمت شكايه. قالوا لي السلطات بانك غادا تمشي المحكمه ديال الابتدائيه ديال عين سباح. قدمت شكايه لرئيس جلاله الملك، علموني بانني 4 ايام عاد نطلع للولايه اللي تابعه لينا. انا عندي الفيديوهات، عندي الابيل ديالو مسجله، النمره مازال خدامه، مازال كيهضر معايا. عندي اللي كود اللي خاد بهم هو كياخذ من نفس البلاصه. المره الاولى خرج 5000 درهم، شويه خرج 3000 درهم، شويه خرج 500 درهم في 500 درهم. الصباح بغى يخرج 500 درهم، قلنا ليه لا. يعني هو مازال كيعاود يتصل، ما قاطعش المكالمه، كيهضر باسم شركه. قال لي غندوز لك السيده المسؤوله هي اللي غتصيفطك لابونك لانك غتاخدي منها حقاش نتي هاد لاكارت ديالك تبلوكات ما داش لك فيها الفلوس. قال لي ما تعلميش الصحافه، ما تعلميش البوليس، الا علمتي شي واحد راه هادشي غادي يولي
ما غادا نفاليديوش لك الجائزه ديالك. انا ملي قال لي ما تعلمي الصحافه صافي عقت. ملي مشيت للبنك لقيت هادشي مشى. انا الرساله ديالي موجهه لجميع المغاربه انهم يردوا البال، انهم ما يثيقوش في التليفون، انهم يعني راه هادشي بزاف. راه ملي مشينا كنلقاو اكثر من 4 الناس، اكثر من 5، اكثر من 6، كلشي واقف على النصب، من غير الناس اللي جاو قبل منا ومن غير الناس اللي مشاو. هادشي راه ما يمكنش. انا كنقدم رساله لجهات السلطه انهم يوقفوا معايا باش نلقى هاد الشخص اللي هو يعني ينصب عليا في هذا المبلغ اللي انا ما مسامحاش ليه لا دنيا لا اخره. انا ما مسامحاش ليه يا ربي، واحلى في روحي كنتمنى ليه ان شاء الله العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حقاش يعني بالنسبه لعائله فقيره مبلغ ديال 10,000 درهم راه صعيب. يعني انا يلاه بديت الحياه الزوجيه ديالي وانه غياخذ لك مبلغ ديال 10,000 درهم، غينصب عليك انك عطيتيه المعلومات ديالك. انا عطيته المعلومات ديالي، ولكن راه هو يعني طيحني في واحد الفخ، لانه كيهضر باسم ديال سيدنا، بالاسم ديال شركه من شركات الاتصال. يعني هذا الشيء هو اللي خلاني انا ثقت، يعني وعطاني سميتي، عطاني النمره القديمه اللي انا فاتحه بها الكونت، قال لي راه عندك في هذا الكونت. هي فاش انا ثقت. وكنطلب من المغاربه كاملين انهم يتضامنوا معايا ويتضامنوا مع هذا اللايف، حقاش انا يعني عندي حمل خارجي، وانا هذا المبلغ اللي يعني جمعته غير بزاز يعني باش نولد به او باش نرهن به او باش يعني وهما تكرفصوا عليا، وتا واحد ما يثيق في التليفون، تا واحد ما يثيق انهم يعيطوا لك ويقولوا لك ربحتي. حنا عيطوا لينا وقالوا لنا ربحتي. بالنسبه لي انا فقيره تيق، جاتني عادي ربحت 5 مليون، فرحت يعني واحد الفرحه اللي كبيره، وبقيت غاده معاهم في الهضره. انا قاريه ماشي ما قارياش، وها هما يعني احتالوا عليا ونصبوا عليا. يعني كنطلب منكم من السلطات انهم يديروا خدمتهم. انني باقي عندي تسجيل ديال من 3 ديال النهار وهما كيهضروا معايا حتى 8 ديال الصباح ديال اليوم ان شاء الله، وهما كيهضروا معايا. نوصل المغاربه كاملين انهم حتى واحد ما يبقى يدير الثقه في اي واحد، ما تبقى تعطي لاكارت ديالك حتى لواحد، ما تبقى تعطي المعلومات ديالك حتى واحد. انا بالنسبه ليا كنصحاب الرقم السري هو الرقم اللي انهم كيخرجوا به، حتى لقيت رقم اخر اللي كيخرجوا به كيحتالوا البطاقه ديالك. وانتم كنتو كتشوفوا فيا راه حرام عليكم، راه ما نسمحش لكم لا دنيا لا اخره. انا غير انسانه يعني غير طالبه وما عنديش، وعذبتوني الله ياخذ فيكم الحق. اذا كما سمعتوا اخواني واخواتي، هاد السيده مسكينه اللي تنصب عليها بهذه الطريقه اتصل بها شي واحد، وماشي اول مره كنشوف هذا الشيء. راه بزاف الناس اللي كنشوفوهم اتصلوا بهم. كاين الناس اللي عارفين هاد الطرق ديال النصب، وكاين الناس اللي كيفهموا بان شي واحد يتصل بك ويقول لك راك ربحتي معنا او لا ربحتي، او لا انا من واحد طرف واحد الشركه، او لا من طرف واحد الوكاله، او لا من طرف هادي. داك الشيء راه ما كاينش الشركه اللي كتتصل بك كتقول لك راك ربحتي معنا واحد القدر وخصك تعطينا كود، يعني الحساب البنكي ديالك، وعطينا الكود اللي عندك في كارت كيشي وعطينا هذيك. راه ما كايناش. كنت خدام شي شركه، كنت مثلا كيقول لك كاين بعد اللي كيتصل بك كيقول لك انك ربحتي معنا في واحد الشركه معينه من الشركه ديال الاتصال، انوي ولا اورانج ولا اتصالات. راه ما كاينش شي شركه اللي كتصل بك في الهاتف كيقول لك مبروك عليك راك ربحتي معنا. الا كنت انت منخرط معهم او دير شي ابونمون فكتربح، ولكن بواحد الطرق اللي هي قانونيه. ماشي كيتصلوا بك كيقول لك مبروك عليك ربحتي معنا، عطينا الكود ديالك باش نصيفطوا لك يعني داك المبلغ المالي ولا داك الشيء اللي ربحتي معنا. وهذا الشيء كنا كنشوفوه بزاف اللي تعرضوا للنصب بهذه الطريقه هذيك. ردوا البال. هذا الفيديو هذا من اجل التوعيه باش ما يوقعش بحال وقع لهاد السيده اللي منهم الكثير. كاين الناس بزاف اللي عايقين بهاد اللعبه. انا ديجا وقعت ليا 2 ديال المرات اتصلوا بيا نفس الطريقه اللي وقع لهاد السيده، ربحتي معنا. كل مره كيتصلوا بيا كيعطوني شركه، ولكن انا كنت عارف داك الشيء بانه غير كذوب، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا ربح لا والو، غير النصب واحتيال. هذا الشيء اللي كاين. فردوا البال. الفيديو وراه شاركنا معكم من اجل العبره، تاخذوا الحيطه والحذر، وما تخليوش المعلومه عندكم، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالك مع المعارف ديالك باش هكذا ما يطيح حتى شي واحد في نفس الخطا. فكانت هذه النهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم، كدير الدعم في القناه. شكرا لكم. نتلاقاو في فيديو جديد، قضيه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.